بنجيب الفاصوليا الجاهزة وما بتبقاش عجبانا، وحتة كبيرة وحتة صغيرة، وساعات مجلدة، وساعات القرن نفسه ما بيبقاش ادمي للاكل. لا، النهارده يا ست الكل هقولك ازاي تخزني الفاصوليا زي ما انت شايفاها كده، جمال وحلاوة. وكمان هتقعد معاكي من السنة للسنة. ويلا بينا نشوف هنخزنها ازاي. انا هنا معايا الفاصوليا، فاصوليا خضراء لازم تجيبيها طريه، اهم حاجه تكون طريه، وتجيبي الفاتحه، ما تجيبيش الفاصوليا اللي هي بتبقى خضراء قوي ديت. احنا هنا نضفناها، شلنا العين اللي فوق واللي تحت. ونشوف المرحله اللي بعديها. المرحله اللي بعديها انا قطعت الفاصوليا كده مثلثات كده زي ما احنا شايفين، خلصتها خالص كده. طبعا انا مش مطوله عليكم الفيديو وعامله قدامكم عشان وقت الفيديو ما يطولش. المرحله اللي بعد كده بكل بساطه حله وفيها ميه، واول ما تغلي على النار هنزل بالفاصوليا بتاعتي من غير اي اضافات. جربوا وهتدعولي. جربي ان شاء الله في نص كيلو كده، وحطيها حتى اسبوع في التلاجة وجربيها. ولو ما طلعتش زي ما بقولك يعني اكتبيلي في الكومنتات. ولو عجبتك ادعيلي دعوة حلوة. هقلبها كده يا دوبك يا دوبك بالظبط، يعني من 3 ل5 دقايق اكون مجهزة بولة فيها مية ساقعة، وهنزل بالفاصوليا بتاعتي. وبعد كده اشيلها اصفيها كويس. انا هنا كنت جايبه نوعين، يعني من 2 فلاحين الفاصوليا، فانا عامله الحبه دول لوحديهم، سلقاهم لوحديهم. وادي الحبه التانيين في نفس الميه، شلتهم وحطيت الكميه التانية. هتاخد برضو غلوتين من 3 دقايق ل5 دقايق. بصوا الفاصوليا خضرا ازاي، الخضار ده هيقعد معاكي من السنه للسنه واكتر كمان. قعدت 5 دقايق بالظبط، ومعايا ميه ساقعه اهي. هصفي بقى الفاصوليا كده وانزل بيها في الميه الساقعه. طبعا الكميه هنا اكبر، عشان كده ما حطيتهاش في المصفى ونزلت بيها في الميه على طول. هصفي الفاصوليا وانزل بيها في الميه الساقعه، وبعد ما تتصفى من الميه هعبيها في الاكياس كده. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم.